أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بأبسط وأسهل طريقة. شايفين الفطير لونه عامل ازاي؟ مقرمش كده وفليكي من بره ومن جوه هش ومليان طبقات وخفيف جدا مورق، والطبقات بتاعته رفيعة أكنه ملفيه بالظبط. لو دي أول مرة تجربوا تعملوا الفطير في البيت هيطلع معاكم ناجح من أول مرة، لأن الطريقة فعلا بسيطة ومكونات سهلة جدا. وهنعمل كمان جنب الفطير الجميل ده خلطة جبنة كده هتجربوها ومش هتبطلوا تعملوها. هنبتدي في العجينة بتاعتنا. هنحتاج نص كيلو من دقيق جميع الأغراض، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من الملح، وحوالي كوباية لكوباية وربع من المية. طبعا هنحط المية بالتدريج، مش هنحط كل كمية المية مرة واحدة. والسكر والملح أنا استخدمت المعالق المعيارية، يعني المكونات بتاعتنا دقيق وسكر وملح والمية. هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا ونزود المية بالتدريج، كل مرة بنزود شوية من المية ونستنى دقيقة دقيقتين كده نشوف العجينة شربتها ولسه محتاجة ولا لأ. لغاية دلوقتي طبعا العجينة لسه مفرولة خالص. كده احنا كنا خلصنا مقدار المية اللي هو كان حوالي كوباية وشوية صغيرين كده. انا لقيت العجينة لسه ناشفة شوية، بعد ما مسكتها زودت بالظبط معلقتين من المية وحطيناهم على العجينة. وطبعا كل مرة بنزود مية بنستنى كده دقيقتين لغاية ما العجينة تشرب كل المية وبعدين نختبرها. المهم ان احنا نوصل للعجينة زي ما انتوا شايفين كده طرية وناعمة لكن ما بتلزقش. العجينة تقريبا خدت 5 دقايق وحوالي كوباية وربع من المية. هنحط عليها 3 معالق كده من الزيت ونغطيها كويس اوي ونسيبها لغاية ما ترتاح على الأقل نص ساعة. في الوقت ده هنجهز خلطة جبنة تجنن. أنا استخدمت نص كوباية من الجبنة الكريمي، أو ممكن تستخدموا جبنة فتة أو أي جبنة مالحة عندكم، ممكن كمان جبنة اسطنبولي أو جبنة براميلي. وهنحط عليهم معلقتين كبار من الزبادي اليوناني أو الزبادي العادي. مقدار الزبادي بيبقى تقريبا نص مقدار الجبنة اللي احنا حطيناه. وهنحط معلقة من الطحينة الخام. ما تستغربوش المكون ده بجد، طعم خلطة الجبنة دي بيطلع حلو جدا، قريبة كده شوية من الجبنة القديمة. حطينا كمان واحد من الفلفل الأحمر الحلو، وهحط شوية من الفلفل اللي هو الهالوبينيو المخلل، بيديها طعم سبايسي كده جميل. وهنخلطهم بقى في خلاط أو بهاند بلندر، أي حاجة عندكم، لغاية ما يبقى خليط كريمي كده ناعم. شايفين شكل خليط الكريمة عامل ازاي؟ لونه بقى جميل وطعمه بيطلع تحفة بجد. لو جربتوا تعملوه مرة مش هتبطلوها، حتى تاكلوها في الفطار كده لوحدها. الفلفل الهالوبينيو المخلل بيديها طعم حلو قوي، والخلطة على بعضها طعمها يجنن. بعد ما سيبنا العجينة بتاعتنا تريح نص ساعة، طبعا هي مش هتخمر، هي ما فيهاش خميرة ولا اي حاجة، احنا عايزينها تريح. لما نحط صباعنا كده عليها العجينة تفضل شكلها زي ما هي، ما تطلعش تاني كده، هي ارتاحت كفاية قوي. على الكاونتر بقى وعلى السيليكون مات هنرش رشة حلوة كده من الدقيق، وكمان على العجينة من فوق حاجة بسيطة. ونبتدي بقى نفردها بالنشابة. انا هفردها بالتقريب كده حوالي 30 في 40 سنتي. مش لازم طبعا تبقى مظبوطة بالظبط، ومش لازم تبقى مستطيلة 100%. المهم ان احنا نفردها بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت. عايزينها تبقى مش رفيعة قوي ومش تخينة. وهنحتاج 3/4 كوباية من الزبدة الطرية. انا سايباها بره، بس طبعا عشان الجو ساقع كانت لسه جامدة شوية، فانا عملتها بالشوكة كده لغاية ما بقت كريمي على قد ما نقدر. وما ينفعش ان احنا نسيح الزبدة تبقى سايحة خالص، لازم تبقى كريمي. لو سيحناها المكونات بتاعة الزبدة بتفصل من بعض، مش هتديكوا نتيجة حلوة للفطير. فلازم نخلي الزبدة بتاعتنا طرية كريمي كده، ونغطي كل سطح العجينة. وبعدين نبتدي بقى نلف العجينة رول كده زي السينابون بالظبط. نلف العجينة كده من طرف واحد ونمشي معاها لغاية الطرف التاني بالراحة، مش عايزين نعمل فراغات في النص. نضغط عليها كده ونلف لغاية ما نخلص كل العجينة كلها، لحد ما نوصل لآخر العجينة كده. نيجي عند طرف العجينة ونبتدي نظبط شكله كده علشان يبقى مظبوط، ونقفل الرول بتاعنا كويس قوي. نضغط على العجينة كده ونبرمها حلو قوي علشان ما تفتحش مننا. والمفروض ان مقدار العجينة اللي عملناه ده يعمل من فطيرتين ل3. انا هعملهم على فطيرتين وهسويهم في صينية مقاس 28. شايفين شكل الطبقات من جوه؟ ده اللي بعد كده لما نفرده هيخلي العجينة تورق معانا. وهنبتدي بقى ناخد الزيت ونغطي العجينة كويس قوي كلها بالزيت، ونغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها تريح نص ساعة تاني. اهم حاجة في الفطير ان العجينة لازم ترتاح بين كل خطوة وخطوة نص ساعة، لغاية ما نلاقيها بتتفرد كده معانا بمنتهى السهولة. بعد ما العجينة طبعا ريحناها نص ساعة، خدنا اول رول وبططناه بايدينا كده الاول، وبعد كده بالنشابة نعمله مستطيل على قد ما نقدر. ونبتدي ناخد كل طرف من العجينة ونتنيه على جوه ونضغط عليه من النص كده، ناخد طرف في طرف لغاية ما نخلي شكل العجينة دايرة او كورة كده صغيرة. نقعد نقفلها فوق بعض لغاية ما نوصل للشكل ده. وحتى لو مش قافلة كويس قوي مش مشكلة، المهم انها من فوق تبقى شكلها ناعم كده وشكل الدايرة. طبعا جهزنا الصواني بتاعتنا، نكون دهناها بالسمنة كويس قوي. وناخد اول رول كده عملناه
ونغطيه بالبلاستيك كويس قوي ونبتدي نشتغل في الرول التاني. نفس الخطوات بنبططه بايدينا الاول وبعد كده نفرده بشكل مستطيل على قد ما نقدر بالنشابة، ونبتدي بقى ناخد اطراف العجينة الاربعة كده الاول نتنيهم على النص ونضغط عليهم، بعد كده نبتدي ناخد كل طرف تاني لغاية ما نكون شكل دايرة. وبرضه هنغطي العجينة في الصواني ونسيبها نص ساعة تاني. بين كل خطوة وخطوة لازم نريح العجينة، ودي اخر خطوة هنعملها. نبتدي بقى ناخد الكور بتاعتنا بعد ما ريحناها نفردها على شكل الدايرة اللي على قد الصينية. السيليكون مات عندي فيه طبعا المقاسات، فانا فردتها على مقاس الصينية بالظبط اللي هو كان مقاس 28، ونقلتها في الصينية وهدهن وشها بمعلقة كده من السمنة البلدي السايحة. وكده الفطيرة بتاعتنا خلاص جاهزة على التسوية. هنجهز الفطيرة التانية بنفس الطريقة، بنبططها بايدينا كده ونبتدي نشتغل فيها لغاية ما نفردها دايرة على مقاس الصينية. وممكن على فكرة تفردوها على طول في الصينية مرة واحدة بايديكوا كده، تقعدوا تفردوا فيها وهي في الصينية لغاية ما تملأ الصينية بتاعتكم. وبرضه لازم ندهن وشها بمعلقة من السمنة البلدي. وفي الوقت ده لازم نكون سخنا الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة، على درجة 525 مثلا او 250 سلسيوس. بنشغل الفرن من تحت بس، وهنحط الفطير على اول رف من تحت فوق النار على طول. بيقعد تقريبا من 12 ل 14 دقيقة. هتلاقوا الفطير بتاعكم كده بينفخ، وبعد 12 تقريبا دقيقة بالظبط طلع بالشكل ده من غير ما اشغل الشواية. الفطير لازم يستوي على نار عالية علشان ما يطولش منكم في الفرن اكتر من كده وينشف. انا سويت الفطيرتين، شايفين لونهم من بره عامل ازاي، وكمان من تحت هوريكم شكل الفطيرة كانت لسه سخنة شوية، مستوية من فوق ومن تحت لونها جميل جدا. وممكن كمان تدهنوا وش العجينة بدل بسمنة بلدي، ممكن لو عندكم قشطة ممكن تدهنوها بالقشطة، بس السمنة البلدي بتدي طعم وريحة حلوة قوي للفطير. زي ما انتوا شايفين الفطير طالع لونه حلو من فوق ومن تحت ومقرمش كده وفليكي من فوق، والطبقات بتاعته خفيفة ورفيعة. مكوناته وطريقته بسيطة جدا، محتاجناش نفرد طبقة طبقة علشان نعمل طبقات كتير، يدوبك فردنا العجينة كلها وعملنا رول واشتغلنا بيها. اهم حاجة في نجاح الفطير ان انتوا تريحوا العجينة علشان ما تتعبكوش وانتوا بتفردوه، هيطلع معاكم الفطير ناجح جدا. جربوا تعملوا الفطير المشلتت في البيت، وما تنسوش تعملوا خلطة الجبنة اللي جربناها هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.